هو ايه في ايه؟ انت فاضي بجد؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا دخلت سكريبت غلط؟ هو والله بجد مش فاهم. ده لغز هقوله لك انا. انت هتقوليهولي؟ طب قولي عشان اضحك. يعني روسيا بتحارب أوكرانيا وتسببوا في ارتفاع سعر البنزين، وقلنا مفهوم. بس إيه؟ البيض ليه؟ هي الحرب عندنا في عشش الفراخ؟ ما عادش كل بلد في حالها زي أيام الحرب الوسطية الجميلة. الحرب الوسطية الجميلة؟ أيوة. يا ريت كنا أيام الحرب القديمة دي. أيام الحرب القديمة استنى بس، كانت متمركزة في حالها كده ومحدش له دعوة بحد. حرب وفي حالها وسطية. عبيطة انتي صح؟ انتي عديتي الإعدادية ازاي؟ حرب يعني دمار من كله على كل العالم، عمرها ما كانت متمركزة. ما درستيش حاجة عن الحروب العالمية انت؟ لا أنا عارفة طبعا، كان في حرب أولى وتانية بينهم شوية سنين كده. شوية سنين؟ دول 20 سنة. 20 يا سيدي، واسمها عالمية عشان كانت أكتر من دولة بتحارب، بس هما وبس. غير كده الحرب كانت في بلدها. في بلدها ازاي يعني؟ هقولك. بس يا ترى أنهي حرب أصعب؟ الحرب العالمية الأولى ولا تانية؟ بقولك ايه، قومي هاتي كتاب من كتب التاريخ بتوع عيالك وتعالي ذاكرلك. والله؟ طيب يلا. بصي بقى يا ستي. اتفضل. المدة الزمنية. الحرب الأولى كانت من 1914 ل 1918. عارفة يا ابني، انت فاكرني حمارة؟ والتانية من 1939 ل 45، يعني أطول. ظلمة الحمارة معاكي انت. مالها الحمار؟ الحمار زي الفل. طب يعني عارفة اهو، عديتي أولى إعدادي، نقطة ليكي. وللحرب العالمية التانية عشان أطول من لساني. واحد صفر. ماشي. الأعداد. الحرب العالمية الأولى، أو زي ما سموها زمان الحرب العظمى، جمعوا لها 70 مليون محارب، منهم 60 مليون من أوروبا. كانت حرب من أصعب الصراعات في التاريخ. طب بص بقى دي عشان تعرف إن أنا عارفة كل حاجة. الحرب العالمية التانية اللي كانت الحرب الأوسع في التاريخ كله، شارك فيها بصورة مباشرة أكتر من 100 مليون شخص. إيه رأيك؟ يعني النقطة تروح للحرب التانية. 2-0. الدول. عارفة ايه الدول اللي اشتركوا في الحرب العظمى دي؟ مش فاكرة قوي. عندك يا ستي المملكة المتحدة، انجلترا وايرلندا يعني، وفرنسا وروسيا من ناحية، سموهم قوات الوفاق الثلاثي. اسأليني قصاد مين؟ هقول لك انا على طول. اسمها دول المركز، اللي هي عارفة. الله، ما تستنى هقول لك انا. المانيا والنمسا والمجر، وكانت امبراطورية نمساوية مجرية، ومعاهم بلغاريا. واحنا مين؟ العرب يعني. عرب مين بقى؟ الدول مين دي الدول العثمانية بقت احنا. هم اخدوا فعلا عساكر من مصر برضو، كانوا شغالين مراسلة وكده. بس عارف دول يجوا ولا 10 بلاد. والحرب العالمية التانية كانت بين حلفين عسكريين، قوات الحلفاء ودول المحور. ولو جدعة تقولي لي ايه هي؟ هو انا عارفة ان دول المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان، يعني دول جبهة ضد الباقي، وده كان فوق 25 دولة. جدعة؟ شطور. يعني الحرب كانت بين يجي 30 دولة مثلا، والحلفاء أولهم فرنسا وبولندا ودول الكومنولث البريطاني، ودول البلاد اللي تحت حكمهم يعني استراليا، كندا، الهند، نيوزيلندا، وجنوب افريقيا، ومعاهم اليونان والصين وامريكا طبعا. والاتحاد السوفيتي فضل على الحياد لحد ما ألمانيا زحفت في الحدود الشرقية، فانضم لدول التحالف ضدهم. يبقى الحرب الثانية أشد انتشارا، وتاخد نقطة. بس انت مش ملاحظ حاجة؟ ايه، ان الحرب الاولى ما خدتش ولا نقطة لسه؟ لا،
حاجة مهمة إن في ناس كتير مبسوطين من المعلومات ولسه ما اشتركوش ولسه ما فعلوش الجرس ولسه ما عملوش لايك حلك حلو، انت ناقص تطلبي منهم يجيبوا لنا تورته ويجوا يزورونا في البيت، وبعدين انت جايه لسه فاكره ان الفيديو خلص. بس استني قبل ما نقفل، عارفه بقى الضحايا كانوا قد ايه؟ أيوة، الحرب العالمية الأولى كان فيها حوالي 16 مليون حالة وفاة و20 مليون إصابة، غير الأمراض بقى والمفقودين وكده. من الوفيات يجي 10 مليون عسكري، متخيل؟ صح جدا، مات فيها 9 مليون عسكري و7 مليون من المدنيين. بس الحرب العالمية التانية بقى الطيران قصف مراكز مدنية مات فيها حوالي 1,000,000 بني آدم، غير القنبلتين النوويتين بتوع هيروشيما وناجازاكي موتوا 140,000 في هيروشيما و80,000 في ناجازاكي. متخيلة قد إيه دمار وحزن؟ وتقولي لي متمركزة؟ ده غير عشرات الملايين اللي ماتوا في الإبادات الجماعية اللي زي الهولوكوست الألماني. عشان كده عملوا محاكم جرايم حرب للقادة الألمان واليابانيين. ما اليابان كانت أصلا بتحارب الصين قبلها بشوية سنة 1937، وكانت عاوزة تسيطر على آسيا والمحيط الهادي، وبعدها على طول ألمانيا دخلت على بولندا في 39، واتك إعلانات حرب بقى من فرنسا وبريطانيا. يعني برضو النقطة للحرب العالمية التانية. بس صفر ازاي رغم كل الدمار ده؟ عشان بتقارنيها بالحرب العالمية التانية؟ ده مش معناه انها كانت خفيفة ومتمركزة وملناش دعوة. طب وايه الاسباب اللي خلت الحروب دي تقوم اساسا؟ سؤال ممتاز كنت مستنيكي تسأليه. بص يا ست، الصرب كانوا في ضغط رهيب بعد حرب البلقان من 2 سنين، فتعهد رئيس المخابرات الصربي ديمتري واسمه المستعار كان إبليس أبيس. اسمه هو يعني هو كان هو ديمتري ده هو. انت بتقول ايه؟ المهم يعني اسمه المستعار كان أبيس، انه يسعى يتخلص من الارشيدوك النمساوي في الارشيدوك. هو ايه في ايه؟ انت فاضي بجد؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا دخلت سكريبت غلط؟ هو والله بجد مش فاهم. ده لغز هقوله لك انا. انت هتقوليه لي؟ طب قولي عشان اضحك. هقول لك انا. انت تقصد اسمه المستعار كان أبيس، وهو كان بيسعى يتخلص. بصي، هو كان اسمه ديمتريفيتش واسمه المستعار كان أبيس. أي الحمد لله قلتها صح. كان بيسعى للتخلص من الارشيدوك النمساوي فرانز فرديناند الوريث الشرعي لعرش النمسا، واول ما عرف انه جاي زياره لبوسنا هوب اما خطط وصفوه واغتالوا السلوفاني غفريلو برينيسيب. ورغم انه رئيس وزراء الصرب حذر النمسا من المؤامره، لكن كتب التحذير بطريقه صعب يفهمها حد. طب مش ده اصلا ضدهم؟ يحذرهم ليه؟ لا، ما اصل أبيس عدو نيكولا باسك، اصلك مش عارفه، كان بيخطف منه سندوتشاته في الفصل، فقال بوظ له خطته بقى. يا ابني ده مش وقت تهريج. بس كده الحرب قامت على اثر اغتيال لسبب وجيه جدا يقوم الدول على بعضها. انما الحرب العالميه الثانيه دي قامت ليه؟ عشان المانيا غزت بولندا فتسكت بريطانيا وفرنسا، يعني قاموا اعلنوا الحرب على المانيا. وايه دخل زيت في عبيد؟ مش فاهمه. انتي مستغربه؟ طب ده دول جيران. انما على الجنب التاني بعديها بكام شهر اليابان هاجمت القاعده الامريكيه بيرل هاربور ومنشآت تانية هولنديه وبريطانيه، وهيصه بقى وفره واشتغلت. لا، مش شايفه منطق في اسباب الحرب الثانيه. ندي النقطه دي للاولى. أربعة واحد. طب والنتائج؟ الحرب العالمية الأولى أدت لسقوط 4 إمبراطوريات في ألمانيا وروسيا والنمسا والمجر وتركيا، وأدت للثورة البلشفية في روسيا، غير زعزعة استقرار المجتمع الأوروبي كله ووضع حجر الأساس للحرب العالمية الثانية. وأما الثانية وسعت سلطة الاتحاد السوفيتي في لم دول أوروبا الشرقية، ووصلت الحركة الشيوعية للصين، وحول السلطة في العالم بعيد عن دول أوروبا الغربية، وبقت في إيدين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. يبقى الأولى هي السهنة اللي ولعت الدنيا تاخد النقطة ونقفل ماتش النهاردة 4-2 الحرب الثانية. احنا شفنا أنهي حرب كانت أصعب، فصوتنا واضح إنه التانية كانت أوسع وأشمل وأكثر دموية، ولا أنتوا ليكوا رأي تاني؟
النهاردة صوتنا كان للتانية. يا ترى انت صوتك لمين؟ هيظهر دلوقتي على الشاشة 2 من أكتر الماتشات إثارة. انجوي.